أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وبيشغل بال ناس كتير بتتعلم ألماني، وهو إزاي نتكلم عن المستقبل. هنشرح مع بعض زمن المستقبل اللي اسمه Future Ein، وهتشوفوا بنفسكم قد إيه هو بسيط وسهل جدا. يلا بينا. دايما كده بيجي في بالنا سؤال. طيب لو أنا عايز أتكلم عن حاجة لسه هعملها، خطة للأسبوع الجاي مثلا أو للسنة الجاية، أقولها إزاي بالألماني؟ النهاردة بقى هنجاوب على السؤال ده بالتفصيل. أول حاجة عايز أقولها عشان نطمن كلنا إن الكلام عن المستقبل بالألماني مش صعب خالص، بالعكس ليه قاعدة واحدة بسيطة ومباشرة، وبمجرد ما نفهمها ونحفظها الموضوع هيبقى منتهي تماما. طيب إمتى بنستخدم زمن المستقبل ده؟ الفيتور فيه ليه 3 استخدامات أساسية. أول حاجة لما نكون بنتكلم عن خططنا، يعني مثلا أنا هسافر ألمانيا الصيف الجاي. تاني حاجة لما ندي وعد لحد، زي أوعدك أنا هساعدك في الواجب. تالت حاجة للتنبؤات، يعني نخمن حاجة هتحصل، زي ما نقول السما مغيمة شكلها كده هتمطر. وهنا بقى نيجي لأهم حتة في الموضوع كله، إزاي بنركب الجملة نفسها. التركيبة سهلة جدا، هي عبارة عن جزئين أساسيين بس مفيش غيرهم. خلينا نشوفهم مع بعض. القاعدة ببساطة شديدة هي اللي قدامنا دي. بنجيب فعل مساعد اسمه فيردن، وده بنصرفه مع الفعل بتاع الجملة، وبعدين بنرمي الفعل الأصلي بتاعنا اللي هو فيه المعنى كله في آخر الجملة خالص زي ما هو في المصدر. يعني فعل فيردن ده عمل بالظبط زي كلمة سوف أو حرف الهاء عندنا في العامية. وبما إن فعل فيردن هو أساس القاعدة دي كلها، يبقى طبيعي إن مفتاح استخدام المستقبل صح هو إننا نكون حافظين تصريفاته كويس قوي. دي أهم خطوة. ودي بقى تصريفات الفعل مهمة جدا جدا. يلا نقراهم سوا كده ونحفظهم. مع إيش بتبقى فيرد، مع دو بتبقى فيرست، مع زي اس بتبقى فيرد، مع فير بتبقى فيردن، مع بتبقى فيردت، وآخر حاجة مع زي وزي بتبقى فيردن. سهلة مش كده؟ وزي ما بنقول دايما مفيش حاجة بتثبت المعلومة قد الأمثلة. يلا بينا نطبق القاعدة دي على جمل حقيقية عشان نشوف بتشتغل إزاي بالظبط. نبدأ بأول مثال معانا. Ich werde mehr Sport machen. يعني أنا هتمرن رياضة أكتر. شايفين التركيبة عاملة إزاي؟ إيش خدت التصريف بتاعها فيرده، والفعل الأساسي اللي هو ماخن يعني يعمل راح في آخر الجملة في المصدر. بسيطة جدا. نشوف مثال تاني. Im Sommer werden wir in den Urlaub fahren. المعنى في الصيف هنسافر في أجازة. هنا الفاعل هو wir، عشان كده استخدمنا الفعل المساعد werden. طب والفعل الأساسي بتاعنا fahren اللي هو يسافر بوسيلة مواصلات، راح فين؟ بالظبط في آخر الجملة. كمان مثال عشان نأكد على المعلومة. Ich werde dich im März besuchen، يعني أنا هزورك في شهر مارس. تاني مع الفاعل ich استخدمنا werde، والفعل الأساسي اللي هو besuchen بمعنى يزور جه في المصدر في آخر الجملة. طيب نجرب ضمير مختلف. Sie wird dich morgen anrufen، يعني هي هتكلمك بكرة. هنا sie اللي هي وتصريفها هو wird، والفعل الأساسي اللي هو anrufen بمعنى يتصل تليفونيا جه في آخر الجملة. والمثال ده معناه Ihr werdet bald ein Haus kaufen، يعني انتوا هتشتروا بيت قريب. الفاعل هنا هو ihr اللي معناها انتم، فاستخدمنا معاها werdet، والفعل الأساسي kaufen اللي هو يشتري في نهاية الجملة. نفس القاعدة بالظبط. هنا بقى بنشوف شكل القاعدة في السؤال. Wann werdet ihr ankommen? هي نفس القاعدة، بس الترتيب اختلف. بنبدأ بأداة الاستفهام اللي هي wann، بعدها على طول بيجي الفعل المتصرف اللي هو werdet، وبعدين الفاعل ihr، والفعل الأساسي في المصدر ankommen في الآخر زي ما هو. وده شكل تاني من الأسئلة اللي هو إجابته بتكون يا يا لا. werdet ihr in den Urlaub fahren؟ هنا الموضوع أسهل. بنبدأ الجملة على طول بالفعل المتصرف اللي هو werdet، بعده الفاعل ihr، ونكمل الجملة عادي ونرمي المصدر fahren في الآخر. نرجع تاني للجملة الخبرية العادية. Wir werden aus Land fahren، يعني إحنا هنسافر للريف. القاعدة ثابتة وما بتتغيرش. Wir بتاخد werden والفعل الأساسي fahren في آخر الجملة. طب لو عايزين نقول انتوا هتسافروا مصر، بسيطة خالص. ihr werdet nach Ägypten fahren. بنستخدم werdet عشان الفاعل ihr، والفعل fahren في آخر الجملة. المثال ده حلو قوي عشان بيورينا بنعمل ايه مع الأفعال المنعكسة. القاعدة بتفضل زي ما هي بالظبط. Ich werde مش sonnen، يعني أنا هاخد حمام شمس. لاحظوا إن الضمير المنعكس اللي هو مش جه على طول بعد الفعل المساعد werde، والفعل الأصلي sonnen فضل في مكانه في آخر الجملة. مثال تاني سريع. Ich werde nach New York reisen، يعني أنا هسافر نيويورك. نفس الفكرة بالظبط. ولو بنكلم حد قدامنا بنقول له du wirst kochen،
يعني أنت هتطبخ. سهلة جدا. ومثال كمان عشان نثبت التصريف du wirst nach Südamerika reisen، يعني أنت هتسافري لأمريكا الجنوبية، نفس التركيبة بالظبط. وآخر مثال معانا مع الضمير er اللي هو wird ein Buch kaufen، يعني هو هيشتري كتاب. استخدمنا wird والفعل kaufen في الآخر. كده احنا تقريبا شفنا أمثلة على كل الضمائر. يبقى عشان نلخص كل اللي قلناه ده في 3 نقط بسيطة جدا. أولاً، بنستخدم المستقبل عشان نعبر عن خططنا وعودنا أو تنبؤاتنا. ثانياً، التركيبة ثابتة، فعل فيردن متصرف والفعل الأساسي في المصدر آخر الجملة. وثالثاً، ودي أهم حاجة، لازم نحفظ تصريفات فعل فيردن كويس جدا. ودلوقتي بقى جه دوركم. جاوبوا على السؤال ده في التعليقات تحت. إيه خططكم للأسبوع الجاي؟ عايز كل واحد يكتب جملة كاملة بالألماني ويستخدم القاعدة اللي اتعلمناها النهاردة. ولو الشرح ده كان مفيد ليكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الشروحات الجديدة. أشوفكم المرة الجاية